بتدخيله لقلب الشمع. الله يرضى عليكي يا حبيبتي، الله يرضى عليكي. شلون حبلها لصفية؟ منيح، بس المشكلة أنا ما عم بسألها ولا عم بهتم فيها، وهذا الشيء جاعزة كثير. بس هي مرتك ما بيجوز هيك. وأنا مالي طايقة. ولك أنا بحبك إلك وبحب بنتي، وأعلى عم بضل عندكم. بس يا تقبرني، هي رح تصير ام ابنك ولازم. ما في شيء اسمه لازم، وأنت مالك بمطرحي. بس يا حازم، أنا من الأول ما كان بدي أتجوزها، ولو أنت ما حلفتيني براس بنتي، ولو ما أمي ضلت تزن مشان الأولاد، ولو هي ما حبلت دغري، كنت طلقتها وضليت معك. بس هلا هي حبلة وبدك تتقبلها. بس أنا ما بحبها. وما بيجوز تظلمها. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. وانت لا تنسى اني انا كمان مرتك وحبلي، ومن حقي عليك انك تهتم فيني وتدللني. وهديك كمان مرتي وبنتي. بس انت مو هيك وعدتني. أنا لازم روح. حازم لا تروح. لك يا ربي، ليش ما حدا عم بيحس فيني بهالبيت؟ ليش؟ لك ليش؟ شوفي شو عم يصير فيه؟ ليش هيك عملتي؟ شو عم يصير؟ فهميني. ضليت تقولي لي انه جوزك بحبك، وبكره بس تحبلي رح يتغير، ورح تتغير معاملته لإلك، ورح ينسى مرته الاولانيه. بس كل هالحكي طلع كذب بكذب. صفية، سمعاني حالك انت شو عم تحكي؟ انا مالي كذابة وليه؟ افهمي حالك شو عم تحكي بالاول. يا مو مشان الله اهدي، مشان الله اتركني، خليني اعرف كيف بدي اوقفها عند حدها. يا مو شو اتركك، خلص مشان الله فوتي معي، عاوزك بكلمتين. خلص تعال. ولك قلت لك اتركني اعرف وقفها عند حدها. يا مو مشان الله طولي بالك، يعني مو شايفتيها للمخلوقه مقهوره وعم تبكي؟ ايه يعني اذا مقهوره وعم تبكي بتقلل ادبها علي؟ طولي بالك يا مو، طولي بالك، هلا بس تهدى شوي رح تجي تراضيكي، والله رح تجي تراضيكي. لك اخ منك يا حازم، اخ. صرت 100 مرة قايلت له هي مرتك مثل مو فضيلة مرتك، وما بيصير تفرق بيناتهم. بس مع مين عم تحكي؟ اذن من طين واذن من عجين. يا مو صدقيني لو ما فضيلة قاعدة تتنق فوق راس حازم لحتى يتجوز عليها، الله وكيلك ما كانت تجوز، وانت بتعرفي انه الحكيم اكد لها انه ما في امل بقى تحبى. ماشي الحال. على كل بس يرجع حازم حسابه معي عسير. خلص يا مو امرك، اللي بدك اياه رح يصير، بس انت مشان الله اهدي وروقي وطولي بالك على المخلوقه. الله يخلي لي اياك يا رب. عن اذنك يا مو. شو بدي اقول؟ الله يصلح الاحوال الهي. مرت اخي، لا والله بعرف انه اخي. اخوك زودها كثير وانا ما عاد فيني اتحمل. شو رح تعملي هلا؟ مو انا اللي رح اعمل، انت اللي رح تعمل. ما فهمت شو رح اعمل انا؟ اسمعني كثير منيح. إذا ما بدك أمك وأخوك وكل الحارة يدروا إنك عم تلفي على بيت الرقاصة سماهر اللي عم بتشغل بص يخرب بيتك بص. بدك يعني اسكت؟ سكوتي ماله ببلاش يا سلفي. احكي شو بدك. بدي أكون مرت أخوك الوحيدة. انت مجنونة؟ لك اخي مستحيل يطلع لها مرته، مستحيل، بحبها وبحب بنته كثير. بعرف انه مستحيل يتركها للضرابة هي وبنتها، بس انا بدي اياهم هنن اللي يقلعوا. انت عم تخرفي، مستحيل يصير هالشيء، مستحيل. بصير بس اعمل اللي بقول لك عليه. احكي شو بدك. بتجيب بنت اخوك لهون ولحالها، وبدون ما تدرى امها او يدرى اخوك بتجيبها لعندي، فهمان؟
بدون بس، وإلا قسما بالله أنت بتعرفني مجنونة. بفضحك وبقول لكل الناس على السما. خلص اللي بدك خازي، رح جيبها لعندك. ماشي، ناطرتك. السلام عليكم. لك اهلين وسهلين. اهلين، تخبريني الله على ريحة القهوة. صحة وهنا. ريت ولا هيك كل الاغراض وصيتيني عليها، وهي اطيب نظامه بسكر. لك يسلموا هالايدين، تعيش وتجيب. الله يخلي لي اياك. شوفي لي هالقبايل. يخلي لنا اياك يا رب، يسلموا هالايدين. بايديكي. وين فريدة؟ ما لقيتها. اجا اخوك واخذها لحتى تزور امها. ايوه. يلا جاي. يلا جيت. اخي حازم، اخي انا جيت اسال مرت اخي اذا ولك اذا شو؟ فريده اجت لهون. فريدة اجت لهون؟ ولك ليش انت مو اخذتها لعند بيت امي؟ بلا اخي بلا، بس ولك بس شو احكي؟ اخي بنتك لما عرفت انه مرتك حامل ما بعرف شو صار لها. هربت برات البيت. لك شلون هربت برات البيت؟ ولك احكي. الله وكيلك ما بعرف يا اخي، الله وكيلك ما بعرف. هي لما عرفت انه جايها اخ ما بعرف شو صار لها، بس مرت بارضها وصارت تبكي. انا ما بعرف شو اعمل، رحت ناديت امي لتجي تشوفها، جينا شفناها وما لقيناها. الله اكبر. امشي خلينا نروح ندور عليها. الله يسود وشك. الله وكيلك دورت عليها بكل الحارات بس ما كنت لاقيها. ولك بدك تدور عليها لتلاقيها. امرك اخي، امرك شرف. يا رب دخيلك يلاقوها يا رب. يا رب دخيلك تحميلي حفيدتي يا رب بجاه سيدنا محمد يا كريم. يا رب بجاه الأنبياء والأولياء يلاقوها وتحميها بحمايتك يا الله. يا رب وحدة تكون راحت. يا رب دخيلك. يا رب هالبنت أمانة ووديعة عندك، طفلة صغيرة وإمتى تكون راحت يا ربي. طمنوني لقيتوها؟ يا مو بس بدي افهم انتو شو حاكين مع البنت حتى صارت تبكي وتهرب. ولي على قامتي ان شاء الله شو بدنا نكون حاكيين معها. والله حاططها برموش عيوني. والله انا كنت نايمه وفقت دورت عليها بالبيت كله ما كنت لاقيها وما بعرف وين راحت. ولي على قامتي ان شاء الله عليها طفله صغيره بريئه وامتى تكون راحت. قولي يا صفيه، قولي لي شو عملتي ببنتي؟ أنا ما عملت لها شيء لبنتك، بس سلفي جلال خبرها إنه جاي يا أخ، أم هي مدري شو صار لها، خافت وارتعبت وما عاد عرفنا نلحقها. مزبوط الحكي. عامل لك مزبوط هالحكي. ولك مزبوط هالحكي. مزبوط اخي، بس والله العظيم انا ما قصدي انه تهرب. وليش قلت لها انه رح يجي يا اخ؟ ليش؟ انا قلت انه تنبسط حلاوه البنت. يا حازم يا جلال، مختار بده اياكم. ولك شبك واقف؟ روح اتحرك، روح مع اخوك، امشي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا رب تجيب العواقب سليمة يا رب. يا رب تحميها بحمايتك لهالطفلة من عندك يا الله. يا رب يا رب. لك يا روح ابوك، لك يا حبيبة قلبي، لك يا غليتي قلبي عليكي. وين كانت مختار؟ لقيناها بالصاق البراني قاعدة وعم تبكي. شو اخذ على السؤال البراني؟ لك عمي وين كنتي؟ معلش الحمد لله انه التقيت. مختار، الشيء اللي عملته معي رح يضل دين برقبتي كل العمر. ولو يا حازم رقبتنا سدادة، شو بتطلبوا؟ عمك ابو خليل جاهز. الله يخلينا يا رب. تسلم تسلم. يلا بيك تعي عندك على البيت، تعي تقبريني، تعي يا عمري انا يا الله. يا روح ابوكي، يا عيوني شو مشتاق لك يا الله. يلا تعالوا على البيت. يلا يا ابي، يلا يا روحي، يلا.
بقى شو قلت؟ لك يا صفية افهمي بقى، أنا ما بقدر أعمل شيء. لك أخي حازم بحب مرته وبنته كتير، افهميها بقى. ما بدي افهم، ما بدي افهم، بدك تساوي اللي بقول لك عليه وبس. بعدين انت شبك احمدي ربك انه بنته ما خبرته انك انت كنتي سبب هروبها من البيت، بعد ما قلتي لها انه رح يحب ابنك اكثر منها. اسمعني جلال، انا هذا الحديث كله ما بيهمني. معك 3 ايام وبدك تخلصني منهم، والا قسما بالله بحكي كل شيء بعرفه عنك وانك عم بتشغل البنات بالحرام، وساعتها رح تصير فضيحتنا وحده. بدي طالق. عجمي سجاد عجمي على كيفكم. مال العجم هالسجاد مرسوم رسم الله وكيلك. لا انتو طريق عجمي مرسوم رسم الله وكيلكم. مال العجم هالسجادة سجادة عجمية على كيفكم، مرسومة رسم الله وكيلها. لقمة طرية، لقمتها طرية أخي، مرسومة رسم الله وكيلك. عجمي سجاد. اهلين وسهلين ببياع السجاد. الله محييك يا بضاي. كاني اول مره اشوفك بالحاره بقى. ايه والله معك حق، بس قالوا لي انه هذا السوق مبارك ورزقته حلوه، قلت لحالي بيجي لهون بترزق الله. ايوه عجمي فوت لك فوت نتبذر على السجاده فوت. ايه لعيونك. شرف يا اهلين وسهلين. الله وكيلك، الله وكيلك. عجميه مرسومه رسم، شوفها ها. لك منين جايبه السجاده هي؟ لكانك سرقها. الله يسامحك عمي، هلا انا بدي اسرقها. الله وكيلك اشتريتها من تاجر عجمي بخان الدرويش، وابو طالب صاحب الخان كان موجود، روح اساله اذا بدك. هلا لا تحط تشاطر علي، انا ومرزوق شيخ تجار السجاد بالسوق هون، لا تشاطر علي ابنه. والله والنعم منك، على عيني وعلى راسي. ايوه فردها لشوف فردها. تكرم خذ شوفها. فرد لي يا لشوف. لك يا سلام يا سلام. لك عندي وحده اختها شق التوم والله. اذا عندك وحده اختها معناته مو لازم تكفك لي اياها. لك قلت لك انا شرة شبك، وانا شيخ تجار السوق هون. على عيني وعلى راسي، انا بدي فيها 100 برغوت. 100 برغوت؟ وليش 100 برغوت؟ كلها على بعضها ما بتوصل 30 برغوت. ما اختلفنا، ايش كان هيك انا اشتريت اللي عندك ب 35. لك عمي قلت لك انا تاجر، لا تتشاطر علي. عمي انت باينتك انت اللي بدك تتشاطر وتتذاكى. حبيب قلبي هي عندك منها، وانت بتعرف انه مو ربحانه معي غير 10 براغيث. بدك ما بدك خليني اروح اتسبب. سلام عليكم. لا تتجار علي. لك لا تحكي. عم تفهم حبيب اثباتك وامشي يلا روح. لا تغلط علي، ما حكينا معك شيء. بدك تشتري ما بدك على راحتك. انا ما بغلط ابو مرزوق، ما بغلط بنوبه. فتح عينك هيك. لا خير ان شاء الله. شوفي ليش العياده بمرزوق. تعال شوف السوق شو عم يلم زباين. لا تغلط عمي، ما عاد بدنا نبيعك. سلام عليكم. الله معك. خلص عمي روح. الله معك. دربي ست ما يرد. لك نحن الحق علينا. لك لإمتى هذا السوق بده يلم شقيعة وحرامية؟ لك يطول بالك. شو ما بدي طول بالي يا اخي، انا صار لي جمعة بس رزقت جمعة. لا اله الا الله. طيب هذا الزلمه يعني متعيش على باب الله، بده يتسبب وعم يدور بهالسجاده. شو صار لك انت؟ طول بالك. روق تعال لحتى اصير كاسه مليسه عندي، خليك تروق دمك. تمام تعال. ولا قوة الا بالله. ابن عمي مالك على بعضك؟ موجوع شي؟ فيك شي؟ اي والله يا يسرى ماني على بعضي، موجوع وجعين. اول شي كتفي هذا رح ينخلع وانا شايل هالسجاره وداير من سوق لسوق. ثاني شي قلبي عم يجعني، مكسور خاطري يا الله. يوم لما كنت بالسوق اجى واحد من التجار بده يشتري السجاره، صار بده ينهبني. لا مو بس هيك، صار يتهمني انه انا سارقها. لك شو هاد يا نحن ليبتا هيك بدنا نضل عايشين؟ القوي بيتقهوى على الضعيف والغني بيتقهوى على الفقير. لإمتى؟ يبعت لي حمى عليك يا ابن عمي، كل هاد شايل بقلبك. طول بالك إلا ما الله يفرجها. لا اله الا الله.
الله وكيلك يا يسرا، انا مؤمن بالله ومؤمن انه الرزق من عند رب العالمين، بس انا عتبي على البشر، عتبي على التجار اللي معها اللي مليانه. الله يخليك طول بالك. روق واحكي لي شو قصة التاجر اللي مضايقك؟ لك ما في شيء مثل ما قلت لك، بعتوني لعند هذا السوق اللي قالوا انه رزقته حلوه ومباركه، وقفت على باب دكاني والله ما بعرف لمين اصحابه، لقيته طلع لعندي وقال لي فوت لنشتري السجاده، فت لعنده لجوا فرقت له اياها هيك، قال لي عندي مثل منا وبده يشتريها، قلت له بدي 100 مرغوب، شو قلت له 100؟ قال هو تبعه حقه 30، قلت له اشترينا منك 35، ما رضي وصار يبهدلني ويعيط ويتهمني بالسرقه، حل عنا يا قسما بالله العظيم، كسر خاطري. نفس هي اختي مثلها تماما، حفظتيها؟ لك اختي شبكي والله حفظناها. صهري حفظتها؟ لك ايه حفظناها، بس يعني انا عندي مشكله واحده وسؤال واحد. يعني نحن من اي بلد على اساس؟ داغستان. يو ايه من داغستان. بس انا ما بعرف احكي داغستاني اختي. لك ايه شو بدها هلا؟ يعني هلا نحن بنجذبها بنفوت بنعمل حالنا عم نحكي عربي مكسر، صح ولا لا؟ ايه طبعا. ماشي. لك خلي لي اياكم، والله اذا بتزبط معكم بتكون خدمه العمر، لك بتكونوا فضلتوا على راسي. ماشي ولا إن شاء يهمك الله. محلوله. يلا بخاطري. يلا امشي. شو قلت لك ابن عمي؟ بكره بعد صلاه العصر بتفوت على السوق وبتمرق جنب محل هذا التاجر اللي دليتني عليه، رح تلاقيه راكد لعندك، واذا رجع حكى بالسجاده بتطلب فيها 200 برغوت. لك إيه انا لما قلت له 100 جن علي، شلون بدي له 200؟ ابن عمي تعمل مثل ما عم قل لك. طيب ما اختلفنا، والله العظيم لا اعمل مثل ما قلت لي، بس فهميني شو عم تساوي مشان تكتك انا وياكي. هلا انت ما بتوثق فيني؟ يشهد الله بلا، بس بدك تحطي ببالك هذا اللي اسمه ابن مرزوق شيخ التجار زلمه ابن حرام ما بيخاف الله. ها ابن عمي اهلي قده وقدود، انت اتكل على الله واعمل مثل ما عم قل لك، وحتشوف شو حاعمل لك بشهبندر التجار هاد. طيب ماشي خلص منتي علينا، انا بدي اروح، بدك شيء؟ لسلامتك تقبرني. يلا سلام عليكم. مع السلامه. يا ابن مرزوق ايه تقورني؟ خبرني ان شاء الله بترمي يداكي. لك وينك ما عم تسمعيني؟ صار لي ساعه عم نادي لك. ايه شو اعمل؟ ما شايفني غرقانه لشوشتي بالطبخ والنفخ. لك فت مره الا لقيتك غرقانه لشوشتك بالطبخ. ما رح احكي شيء. لا تحكي، امشي معي لشوف. تعي لوين؟ لك امشي معي تعي. خليك يوم ايه لابق لانه لابق، لمين عم بخ انا؟ يعني بفهم من حكيك خلص نويت على الجوازة الثانية؟ لك وطي صوتك شباب، قاعد بنص السوق. لك ايه نويت؟ لا تشوفني بالعمر، لساتني شباب. ما حكينا شيء، بس امبارح كنت عم بتقول لي انه الحالة دائرة وما معك مصاري، وبهالحالة بدك تفتح بيت ثاني، شو مشان يعني؟ لك ايه دائرة، بس محوش على شوية ذهب. خليني اشوف حياتي فيه. ايوه احسن ما ورده لاولادي، الله وكيلك يمكن اذا متت ما حدا رح يترحم علي. لك شوف هالشوفة، بقيتهم من داغستانية هدول بيحبوا السجاد. يلا انا قايم السبب طيب من لبسهم الداغستانية. ايه والله. يا اهلا وسهلا هلين يا خانم، شرفتوا. اريد سجادا فاخرا، هل اجد طلبي عنك؟ نعم انا عندي السجاد الفاخر، انا ابو مرزوق شيخ تجار السوق. تفضلوا اهلا وسهلا. اوه هذه جميلة، اريد منها واحدة اخرى. والله يا خانم هي فردة ما لها اخت، يعني اجت مفردة. خسارة، ان وجدت لي واحدة مثلها سأدفع لك ثمنها ما تريد. على راسي من فوق، بس انت مهليني كم يوم يعني، وان شاء الله بأمن لك اياها. تمام. بس يعني لا تواخذيني قبل ما اجيبها واتورط، يعني لازم نتبازر على السعر. كم تريد؟ والله يا خانم هدول سجاد يعني نوعيتهم كتير ممتازة، يعني هدول بيسوا شغلة 5 ذهبات، كل واحدة 2.5 دهب.
سيدي اعتقد 4 ذهبات كافي. شو علي، اهلا وسهلا فيكم، والله كرمال جيدكم بلا ذهبي. تمام. غدا سأرسل لك أحد رجالي ويأخذ الاثنتين معي. ان شاء الله ان شاء الله بكره بتكون عندي هون. شكرا. اهلا وسهلا، شرفتوا اهلا وسهلا. شو هيك مرزوق؟ شايف ما اشتريت شيء؟ لك شو ما اشتريت شيء، من شان الله بدي الرجال. قال له رجال فهمني شو القصة؟ لك هذا اللي كان عم يبيع سجاد هون بالسوق، لك السجادة الثانية اللي مثل حكيت هي معه. ايه عرفته. ايه شو بدي ساوي لك هلا انا منين نلاقيه؟ والله ما بعرف شلون بدنا نجيبه. ما انت البيعة محرزة ما هيك؟ لك محرزة، لك 4 ذهبات يا رجل، انا بالسنة كلها ما بشتغل بذهبتين. وينك؟ امشي معي، امشي ندور عليه بالسوق، إلا ما نعلق فيه، امشي يلا امشي لشو؟ واقف لتذكر الباب. دفعت له 4 ذهبات وضليت فاصله ليش؟ لانه طالب 5. ايوه معناته مستحيل يدفع اقل من 200 برغوث فيه. قلت شي اختي؟ لا اختي. طب يعني نحن شو بده يطلع عنا هلا؟ احلى عزيمه غدا. ايوه وانا شو اختي مو معزوم؟ ولو اخي لك انت اول واحد. لك الله يخلي لي اياكم يعرف. يلا انا رايحه. ايه ماشي، الله معك اختي. مع السلامة. سوف نرسل لك السكبة. لا انني ذاهب معكم الى الغداء. أتسمحين لي بهذه الرقصة؟ هنا في الشارع؟ كلا بل بالمنزل. نعم. هيا إلى المنزل. لا من هنا. من هنا. لك قديش طلعت ما بفهم، لك شلون ما اخذت بدون السجادة؟ لك يا ابو مرزوق ارحم حالك، اخي مالك اسمي بهالرزقه شيء. والله 4 ذهبات يا ابو حسي مو قلال. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، طاع عقله الزلمه. عجمي سجادة عجمي على كيف بيبكون، ما في منا بالسوق كله، عجمي وحياتها. عجمي معلم. مو هذا صوت الرجال تبع السجادة؟ والله ما بعرف. لك هذا هو. والله لك هذا هو. عجمي معلم. لك ايه والله هو. لك يا بيت اهلين وسهلين. شو بدك مني؟ لسه امبارح كنت حرامي ما بدك كاني بالسوق، هسه هيك. لك عمي غلطت منك السماح، وين بوسه من هالشوارب ها؟ احكي لك كلمة بحسني. والله صدقني من شوي عم يحكي لي امبارح مو نايم الليل، هو عم يفكر يعني لانه غلط بحقك، والزلمه حابب يعتذر منك، في اشياء هي كمان. خلص ولا يهمكم، المسامح كريم، المهم اتركوني روح اترزق سلام. وين رايح؟ بدنا السجادة. ايه مو للبيع هي. شلون مو للبيع؟ ما عم تدور فيها بالسوق وعم تقول سجاد عجمي بدك تبيعها، شلون صارت مو للبيع؟ احكي لك كلمة بحسني. الزلمه حاسس انه يعني اذا ما اخذ منك السجاده ويعني اشتراها منك ما بيكون اعتذر منك، فبده يشيلها عنك مشان يريحك من دورك. هي اعتذار. والله كلامك وكلامه على عيني وعلى راسي، بس من شان يكون بعلمكم ها، السجاده ارتفع حقها. شيء لك يا عمي يعني قديش بدك؟ يعني 210 براغيث الك 200 براغوث. معلش لا تزعل مني، مشان احس حالي شاطرت على شيخ الكار بالسوق كله، يعني مشان اشوف حالي شوي. ايوه بس يعني مو غالي صار. سمعنا ابو حسني، سمعنا الله يرضى عليك، سمعنا على نصك. موافق اخي؟ والله بطلت فيها ما لك تعال هون، مو بدك 200 برغوث مسيت؟ عدل له 200 برغوث. مالك عدله؟ عدل له 200 برغوث قبل ما تاخذها، بس بدي اقول لك كلمه، بس قبل ما تاخذها هي قدام السوق كله، انا بضاعتي لا بتترجع ولا بتتبدل، وافقت؟ لك موافق، خلص ما اخذتها انا. مبروك عمي هاتوا. شرف تخرجهم بالهنا. الله محييك. عديته منيح؟ عديته ايه. سلام عليكم. الله معك، مع السلامه. مقصرين مسامحين. الله معك. انبسطت هيك؟ 4 ذهبات. تفضل ابن عمي. لك ان شاء الله بعيش والدين دايما بالبونتيه. شو؟ ايه دخيل الرايق انا. ايه هو هذا مسعود اللي انا بعرفه. لو عرفانه انه البراغيث هيك بتخليك مبسوط، هيك كنت قلت لك اطلب 2 3 بالسجاده. لك بنت عمي لا تفهميني غلط، الله وكيلك انا ما شبه غليل البراغيث،
انا اللي شفى غليلي انه كسرت له راسه لهالضلالي. لك حبيبه قلبي انا بكره الصبح رايح لعنده بدي ارجع له 100 برغوث، لانه مو من حقي. انا حقي 100 وبرجع له 100، وحياة عيونك ما باخذوه. بتعرف ليش بحبك ابن عمي؟ ليش بقى؟ لأنك حقاني، حقاني وما بتاكل مال حرام. الله يخلي لي إياك يا رب. يا أبي الله وكيلك ما في داعي لك الهدى لا. يعني أنا وحده معك وما راح يصير غير اللي بدك يا. جاية عمكن رح تقلب الموازين كلها، ورح يطالبنا بورثته من أملاك جدكم، وهالشي مو لصالحنا. وليش مو من مصلحتنا يا أبي؟ يعني عدم المؤاخذة هاد حقه؟ لا مو حقه. جدك المرحوم غضب عليه وقلعه من الحارة وحرمه من الورثة. هذا الرزق اللي شايفينه كله أنا اللي ساويته، أنا اللي كبرته، فهذا حقكم مو حقه. بس يا أبي حتى لو جدي الله يرحمه قلعه من البيت، في حق لعمي جواد لازم يرجع له حقه من الورثة. ما بنقدر نتخبى وراء اصبعتنا. هلا أنت ليش عم تشارع أبوك؟ أبوك قال إنه مو من حقه، يعني مو من حقه وخالصين. بس يا أخي أقسم بالله العظيم ما بيصير هذا. ما بقى لا تعلمني كمان، هذا حقه ولا مو حقه؟ خلص اللي عمل لك عليه هو الصح. أمرك أبي، أمرك. السلام عليكم. شو معوضين اختي، معوضين. مرحبا أخي أبو هاشم. يا الله يا أخي، يا الله يا الله. لك شو اشتقت للمحل، اشتقت للشغل، لك اشتقت للحارة كلياتها. طبعا اللي بده يغيب عن الحارة 10 سنين بده يشتاق لها. انت بتعرف انه انا ما غبت 10 سنين عن الحارة بكيفي، غبتن غصب عني. بعرف، أنا اللي بعرف إنه كنت تشتغل من راسك وتعمل تجارات برانية من ورا ظهر أبوك، وأبوك تحمل زعرنتك، كتير تحملها لزعرنتك، ولعك برات الحارة وحرمك من الورثة. بس أنت اللي نسيت. بحياتي ما نسيت القهر يلي دقته من أبوك، والظلم يلي كان يحسسني فيه، وكان دائما فضلك علي أنا. الأسى ما بينتسى يا أخي. وهلأ ليش جيت؟ جيت لأنه بدي بيت أبي، بدي افتح شغل لحالي. لا تخاف، على تجارتك ما رح أقرب. بيت أبوك قلتلي بعد ما تركت الشقة لمن بقى ودرت ظهرك ورحت وتركتني أنا اشتغل واتعب وكبر الرزق، وجاي تقلي بيت أبوك؟ أنا ما قلت شي، أنت بتعرف إنه أنا انجبرت والغياب ما كان خياري. بس أنا بعتلك إنه أبوك مات وأنت لا رديت ولا حسيت فيني بنوم ولا جيت ولا ساعدتني، تركتني أنا اشتغل واتعب بالشغل. يلي ما تعب بالشغل وما اشتغلوا ما بيحل يطالب فيه، فهمت؟ أنا مسامحك بالرزق كله، بس بدي بيت أبي لأنه في ريحة أمي وفي ربينا وكبرنا، ما بدي منك شي تاني بالمرة. ما حذرت يا جواد، مو بس بيت أبوك ما رح تاخده، ما رح يطلع لك ولا متليك ولا حجر. فهمت ولا ما فهمت؟ ما أحلاك والله، بعد كل هالسنين جاي بده بيت أبوه، بده مصاري. يا عليم الله، عليم الله، فرحت برجعتك قد الدنيا يا عمي. وأنا يا محدين يشهد ربي علي، حاسك قطع من روحي وكأنك ابني. الله يطول لي بعمرك يا رب. عمي عدم المؤاخذة، بس والله في سؤال أنا محيرني كثير. يعني إذا ما بضايقك بس تقول لي ليش جدي قلعك من 10 سنين وحرمك من الورثة؟ وليك عمي إذا هذا الموضوع بيزعجك مشان الله لا تحكي. جدك الله يرحمه كان صعب وقاسي كتير علي، كان ما يحب شغلي بنوب، كان يفضل أبوك علي. أنا كنت أعمل تجارة من ورا ظهره
وكنت اربح وجيب رزق وخليه المحل يتعبى. بس أبي الله يرحمه ما كان يحبني، يعني ما كان يحب شطارتي بنوب بنوب. ايوه، يعني عمي كان يحب ابي ويفضله عليه، مع انك كنت تجيب له مصاري اكثر على الدكان. ايه، كان دائما يبهدلني ويصغرني قدام العالم. وبيوم من الايام علقنا بخناقه كبيره كتير، وعلى اثرها قلعني ورحت وغبت انا. بعدين بيبعت لي خبر ابوك انه ابوك حرمك من الورثه. يعني عمي عدم المؤاخذه، انت عن جد جاي كرمال الورثه؟ لك أنا ورثة هي، أنا رحت اشتغلت ليل نهار وجمعت مصاري وصار معي شغل وصار معي كل شيء، بس أنا راجع بس بدي آخذ بيت أبي. شرف عمي، شرف نروح على القهوة. طول بعمرك يا عم. الله يرضى عليك. ايه يا أبي، شو رأيك بهي الخطة الصغيرة؟ نخلي رجال الحارة والعضوات والزعيم هن اللي قلعوه لعمي، ونحن جماعة ما منرضى لا بالزاحلة ولا بالفاينة، منوقف معهم حتى لو كان المغضوب عليه من لحمنا ودمنا. هيك لك نتهم عمك انه كان بسفرته بيلعب قمار واخلاقه سيئة وسمعته بتوطي الراس. يا عيني عليك، هيك تماما. لك شو عم تحكوا انتو؟ يا ابي شو عم تحكوا؟ شلون بتقدروا تظلموا وتفتروا على الناس بهي الطريقة؟ لك عمي جواد ما بده شيء، ما بده شيء. بيت جدك اللي عم يطالب فيه. بس عم يطالب بس ببيت جدي الله يرحمه، ما عم يطالبنا بباقي المالكانات والأراضي والمصاري اللي عنا ياهم. وعدم المؤاخذة، فكري نخسر بيت جدي أحسن ما نخسر سمعتنا اللي رح تتأثر مع سمعة عمي. ولا ما بدك توقف عن معارضتي؟ كل ما بحكي كلمة بتطلع لي سجع عرض؟ شو حابب تصير مثل عمك مغضوب؟ عجبتني هاي الفكرة. عمك مو لازم يعيش بيناتنا، أهل الحارة هن بيقلعوه. ولو يا أبي تربايتك. لك الله يرضى عليك، لك الله يرضى عليك، بدي اياه يصير مثلك. مثل ما بتعرفوا يا رجال انه ابو هاشم ما بيهون عليه لا يحكي على اخوه ولا يسود بسمعته. بس كمان انتوا بتعرفوا انه بندوراي ممعوسه بتنزع سحاره كامله. فبناء عليه قرر ابو هاشم انه يحكي لنا على عمايل اخوه الناقصه لحتى ناخذ حذرنا ونعرف كيف نتعامل معه. بس يا زعيم، الحكي اللي حكيتوه والتهم اللي عم يقولها أخي ما لها أساس بالمرة. وين الدليل والإثبات؟ وين؟ يا جواد، بحب اقول لك انه انا كلامي طول عمره طابه بين اهل حارتي، لا بده اثبات ولا بده دليل، ولا لا يا اهل حارتي؟ مضبوط. وبناء على كلام ابو هاشم نحن قررنا اهل الحاره انه لا نستقبلك ولا نعيش معك بحارتنا، وفهمك كفايه. استنى عمي، إذا هيك اسمع يا زعيم، وانت يا أبي، باللحظة اللي بيخطي فيها عمي جواد خطوة واحدة برات الحارة أنا رح أمشي معه، وأقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم لسافر معه وخليك تحلم تشوف وشي وتعيش كل عمرك بحسرة ابنك اللي تركك من وراء قسوتك وظلمك. امشي عمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لهيك بعد اللي صار اليوم
وقفتي بوش أبي قدام كل رجال الحارة. صراحة يا شيخي ماني مسترجي أرجع على البيت. وغير هيك أنا كمان ما بدي أغضب أبي علي، فوالله العظيم محتار شو ساوي يا شيخي، مشان الله دلني. انت متاكد يا ابني انه وقفتك وبوش ابوك هي وقفه حق؟ لا يا شيخي، أنا شرحت لك خطة أبي وأخي شو ناويين يساووا بعني، وبتقلي لسه إذا حق ولا باطل. طيب لا تاكل هم، وانا باذن الله بحلها بطريقتي. انت روح على البيت وانا بحلها. ماشي يا ابني؟ قول يا رب. يلا السلام عليكم. شو حكينا؟ قلت لك انا بحلها بطريقتي. انت ارجع على البيت وانا بحلها. قول يا رب ارجع على البيت. الله يحميك. يلا السلام الله عليكم. عليكم السلام شيخي. تفضلي اختي. يعطيك العافية. معوضين. علينا وعليك. السلام عليكم يا ابو هاشم. وعليكم السلام. اهلين شيخي، تفضل 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 تفضل. تفضل. اهلين وسهلين. شو يا ابو هاشم؟ بدك تقلع اخوك من الحاره؟ اخي غلط ولازم يدفع ثمن غلطته بعيد عني. تخسر اخوك يا ابو هاشم؟ بخسره وبستغني عنه لانه بده يخسرني سمعتي يلي عم حاول ساويها طول عمري. كم اخ عندك يا ابو هاشم؟ انت يا شيخي بتعرف انه ما عندي غير اخ واحد، انت ليش عم تسأل؟ انت هيك عم تستخسر باخوك وعم تبيعه لملذات الدنيا. ورب العالمين وصى بالاخ وقال انه كل اخ لاخوه سند. اذا اخي ما كان سند لحاله، انا شو بيطلع بيدي ساوي معه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب، في مرة حكيم يا ابو هاشم سأل زلمة شافه عم يخسر اخوه، قال له بكم بعت اخاك؟ قال له ب99 ذلة. بتعرف شو جاوبه الحكيم؟ بتعرف شو جاوبه؟ قال له أرخصت يا أبو هاشم. يعني أخوه غلط 99 غلطة وبنظر الحكيم رخص بأخوه. فأنت بكم بعت أخوك يا أبو هاشم؟ السلام عليكم. يا جماعة والله ما بعرف شو بدي لكم، أنا جمعتكم لحتى أعترف بشغلة عملتها كثير بحق أخي. أنا ظلمته لأخي ولفقت له تهم ما نوع عاملها بنوب بنوب، كله لأني جشع وبحب المصاري. الله يغفر لي، الله يصلح لي ويهديني، وإن شاء الله أخي جواد يسامحني، وإن شاء الله كمان أنتوا تسامحوني لأني كذبت عليكم هاي الكذبة الكبيرة. غشيتنا يا أبو هاشم وخليتنا نكون ظالمين معك. لا يا زعيم لا، انتوا ما كنتوا بتعرفوا الحقيقة، لهيك ما عليكم لوم بالمرة. بما انه ابو هاشم اعترف بغلطه لازم كلياتنا نسامحه ونساعده على التوبة. من 10 سنين وأنا عم بغلط بحقك. تأكد إنه ورثتك رح تاخدها على آخر دوز بارك. أنا شغلي ماشي عال العال ومعي مصاري. أنا ما بدي إلا بيت أبي بس. لك أنا ما عاد يهمني مصاري، وبيت أبوك بإذن الله إلك ملكك بإذن الله. بس سامحني دخيلك يا جواد، سامحني والله ما عم نام بالليل بكتر ما عم يأنبني ضميري، سامحني. أنا مسامحة ورح كون عزوة وسند إلك. يخليني إياك يا يخليني إياك يا يخليني